بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بيكم في قناة النور. نحكي مع بعض النهاردة قصة جميلة خالص، وهي بتحكي عن إن مجرد كلمة واحدة بس من أبونا حولت شخص كان بيسرق لشخص تاني خالص. قد إيه الكلمة بتفرق وبتحول إنسان من كويس لحلو، من كويس لوحش، ومن إنسان وحش لإنسان كويس. تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل. القصة بتحكي إن كان في زمان كنيسة عريقة خالص، وكان الكاهن بتاعها عجوز. فكان أبونا بيصلي القداس، وكان في ناس حاضرين قليلين شوية من الشعب. فكان دايما بيحضر القداس ده راجل بيقف طول القداس، عنده حوالي 50 سنة. ولما أبونا يجي يرش المية بتاعت ملاك الذبيحة، كان الشخص ده يجري ويقف ورا أبونا عشان ياخد يترش بالمية. ولما كان أبونا بيمر في الطرقة وهو بيرش المية عشان يصرف الشعب، وبعد ما بيقول أبانا الذي الأخيرة، كان بيقوم الشخص ده ويحط في إيد أبونا ظرف جواه 1000 جنيه وورقة مكتوب فيها حقك عليا. أبونا طبعا عشان كان راجل عجوز فما كانش مركز مع الشخص ده في الوقت اللي حصل ده. لكن أبونا في يوم وقت ما كان بيوعظ في قداس، ركز قوي في الكنيسة إن فيها شخص غريب عن الشعب بتاعه قاعد في آخر الكنيسة. وركز كمان إن هو بيرش مية ملاك الذبيحة. اكتشف إن الشخص نفسه هو قرب ووقف قدام خورس الشمامسة، وكان أول واحد أبونا شافه وهو بيلف يرش مية البركة. وبعد أبونا ما خلص وقال أبانا الذي الأخيرة، اكتشف أبونا إن هو نفس الشخص بيحط إيده في جيبه بظرف. راح أبونا ماسك إيده وقال له اوعى تمشي، لا حل ولا بركة لو مشيت. ودخل أبونا عشان يغير لبسه ويطلع له. طلع لقى الشخص ده واقف لوحده في الكنيسة، بعد طبعا ما الناس كلها مشيت من الكنيسة. الكنيسة ما بقاش فيها غير أبونا والشخص اللي معاه. أبونا قعد معاه وقال له انت مين؟ رد الشخص وقال له أنا واحد حرامي وتاب. أبونا قال له باستغراب كده باسم الصليب، ليه يا ابني كده؟ وإيه الظرف ده؟ ويعني إيه حقك عليا اللي أنت كاتبها؟ قعد الراجل يحكي له يقول له أنا من 25 سنة قدسك كنت بتمر وقفشتني آخر الكنيسة وأنا بسرق من الصندوق 10 جنيه. ولما عينك جات في عيني قلبي بسرعة ضرباته بدأت تزيد، وكنت هموت من الخوف ساعتها من ردة فعلك يا ابونا. وبصيت لقيتك جاي بسرعة ناحيتي، ووشك كان غضبان قوي وكنت متضايق خالص، وأنا كنت خايف ومرعوب. وبصوت وهمس في وداني قلتلي رجع اللي سرقته وتعالى ورايا. رحت رجعت أنا ال10 جنيه قدامك، وكانت إيدي بتترعش رعشة الموت، ومشيت وراك ناحية الهيكل، وحسيت إنك خلاص هتحبسني لغاية ما تبلغ عني. ولما وصلنا قدام الهيكل قلتلي اقعد هنا لحد آخر الصلاة واوعى تمشي. فضلت قاعد يا ابونا وانا وشي جمر نار، وحاسس وداني سخنة وبتطلع نار من كتر الرعب والخوف اللي انا فيه، ومش عارف انت هتعمل معايا ايه. ولما خلصت الصلاة والناس كلها مشيت وما بقاش فيه غير انا وانت يا ابونا، قدسك جيت وقعدت جنبي، وتقريبا كان قميصي غرق من كتر الدموع اللي بكيتها طول الصلاة. قدسك يومها سألتني وقلتلي هو انت بتعيط ندمان ولا خايف؟ رديت عليك يا ابونا بسرعة وقلتلك خايف، وابوس ايدك ورجلك ما تبلغش عني. الغريبة ساعتها اني لقيتك بدأت تبكي ودموعك كانت غزيرة جدا، وقلتلي حقك عليا يا ابني اني وصلتلك كل اللي وصلك ده. ساعتها بس ردت فيا الروح وكأني اتولدت من جديد، ورجعت اخد انفاسي من تاني. وبعدها قلتلي انت اخدت كام يا حبيبي ورجعته الصندوق؟ ما قلتش انت سرقت كام، ودي اثرت فيا جامد يا ابونا. قلتلك انا اخدت 10 جنيه صدقني ورجعتها تاني. قلتلي ده مال ربنا، ومال ربنا لازم يرجع لربنا. انا ما كانش قصدي يا حبيبي اخوفك صدقني، حقك عليا سامحني. المصيبة السودة يا ابونا كمان لقيتك بتبوس راسي وبتاخدني في حضنك وبتطبطب عليا. بعدها طلعت من جيبك ال5 جنيه واديتها لي وقلتلي
دي أقل من المبلغ بتاع ربنا، بس حلال يا ابني، وربنا هيدبر لك أمورك. وأنا خدت بعضي ومشيت، وعدت الأيام والسنين، وبعد اللي حصل ده بسنة اشتغلت عامل في الكويت، وبعدها بشوية بقيت سواق لشخصية مهمة خالص، وبعدها بقيت مدير أعمال الراجل ده. ولما توفى الراجل ده رجعت مصر بعد غربة 34 سنة تقريبا، وعملت للكنيسة هنا مشغلين ودار عيادات من غير ما قدسك تعرف حتى شخصيتي ايه. وبحاول يا ابونا أسدد دين حنيتك واحتوائك ليا وطبطبتك عليا، وفي كل مرة بكتب لك حقك عليا حولتني من حرامي إلى شخص يكره السرقة ومحب للتوبة خالص. حولتني من شخص لشخص تاني يا ابونا باحتوائك وحبك ليا. حقك عليا يا ابونا. ساعتها ابونا خده في حضنه تاني وطبطب عليه وقال له حقك عليا انا. وقد ايه كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب القصة تكون عجبتكم. قد ايه فعلا الكلمة الطيبة والطبطبة بتحول شخص لشخص تاني خالص. ربنا يجعل في قلوبنا دايما الحنية والاحتواء والكلمة الطيبة اللي ما تضايقش اللي قدامنا. ونشوفكم في فيديو جديد من قناة أم نور. اذكرونا في صلاتكم.